السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جميل وجديد وان شاء الله هيعجبكم. قبل كل حاجه بنصلي على النبي في التعليقات وما ننساش اللايك والاشتراك. شايفين يا حبيبي؟ بسم الله ما شاء الله. قلنا اخطر الفراخ مع بعض كده ونتكلم مع بعض في التحصينات المهمه اللي التحصينات علشان نخلي بالنا من فصل الشتاء. فصل الشتاء دوت اللي هو بتكتر فيه الامراض وانفلونزا الطيور، فلازم نخلي بالنا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يا رب يزيد ويبارك من عندك، يا رب استرها يا رب. فطبعا لازم تحافظ على فراخك اليومين دولت عشان خاطر انفلونزا الطيور. ربنا يسترها يا رب ويعافينا ويعافيكم يا رب. انتوا عارفين طبعا في الشتاء ديت بالانفلونزا الطيور بتكتر، والانفلونزا والانفلونزا والامراض بتكتر بتاعه الطيور بالذات، مش في الفراخ بس، في لو عندك بطه او وزه او عندك اي حاجه. شايفين؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اهو يا رب استرها على فراخنا يا رب. طبعا انتوا عارفين ان لازم الواحد يحصل الفراخ بتاعته بمكونات من البيت، كل حاجات متكونه متوفره في البيت. يعني البصل والثوم في البيت متوفر. يعني لو جبت بصلايه مع فصين ثوم خرطتيهم يبقى انت كده رفعت المناعه لفراخك وحافظت على فراخك. ومعلقتين خل مع معلقتين عسل حطيتيهم في الميه برضه، يبقى انت كده حافظت على الفراخ بتاعتك ورفعت المناعه بتاعتها كويس. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبيبي؟ يبقى لازم تحافظي على الفراخ بتاعتك كويس جدا وترفعي المناعه بتاعتها وتقويها علشان الميكروب اللي داير في الجو ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اهو يا حبايبي. ولازم تديلهم البصل على طول اليومين دول، يعني كل اسبوع تخرطي لهم بصلايه كده مع فصين توم. شايفين يا حبيبي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. علشان تكون مناعه وترفعيها ضد الامراض والاوبئه. يا حبايبي، انتوا عارفين الامراض اليومين دول دايره في الجو. اهم حاجه لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتنزلين فيديو جديد ان شاء الله. شايفين؟ يلا بقى، سلام.